هلو جيرلز، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن ليه لما بتروحي الجيم تتمرني بتلاقي الجلوتس ما كبرتش ولا اتأثرت ولا اتهزت ولا اتطورت ورجلك هي اللي بتكبر. هل ده صدفة؟ هل ده عشان جيناتك؟ لا، ولا صدفة ولا هي جيناتك كده. انت بتعملي حاجة غلط من الحاجات اللي انا هقولها لك حالا دي. هما 6 حاجات ادي معايا يا ست الكل. اول حاجة، حضرتك لما بتروحي تتمرني جلوتس انت بتبقي فاكره انت بتتمرني جلوتس، بس انت اصلا بتتمرني رجلي. انت رايحه تتمرني لي لونجز مثلا عشان الجلوتس، سكوات عشان الجلوتس، اوكي ماشي، ما عنديش مشكله ان الجلوتس شغاله في كل ده، ولكن انت مش بتهتي الجلوتس يعني حرفيا. فانت فاكره ان انت بتتمرني جلوتس وانت بتتمرنيش جلوتس. حاجه تانية، ممكن ناس بتاخد بعد تمرينة الرجل زاويه او 2 جلوتس، تقولك فل كده خدت كيك باك النهارده، الجلوتس هتكبر ولا هتكبر ولا هتتنيل ولا هتتاثر ولا هتتطور. ليه؟ عشان حضرتك فاكره ان انت كده عملتي تمرينة جلوتس فعاله، وده ما حصلش. تاني حاجه، ممكن تلاقي ان الجلوتس بتكبر ورجلك بتكبر، بس رجلك دومينيتد بتكبر اكتر بمعدل اكبر من الجلوتس، فتبقى النتيجه هي واحده، الا وهي ان رجلك لسه كبيره اكبر من الجلوتس. احنا عايزين العكس، عايزين حجم رجلنا يقل والجلوتس هي اللي تبقى بارزه اكتر. ده هيحصل ازاي؟ وانت كل مره بتروحي الجيم بتطلعي لي على اجهزه العزل بتاعه الرجل اللي هي ليج اكستنشن والليج كيرل، وبتفضلي تشيلي فيها اوزان كتيره، بتعتلي فيها اوزان. مش هيحصل لان اجهزه العزل بتاعه الرجل، خصوصا لو انت مش عامله عجز سعرات كبير، هتبني لك كتله عضليه كبيره في رجلك، هتكبر لك حجم رجلك. ده طبيعي، ده طبيعي جدا. فما تبقيش مستنيه ان الجلوتس تبقى اكبر من رجلك، لا، هتفضل رجلك اكبر من الجلوتس لان رجلك بتكبر بمعدل اكبر من الجلوتس. خصوصا انت مش بتدي، انت في تمارين الليج اكستنشن والليج كيرل اللي هي تمارين العزل بتاعت الرجل، انت بتعرفي تحطي فيها اوزان عاليه وبتشتغلي فيها بشده عاليه، فبيحصل فيها بناء كتله عضليه اكبر من الشده اللي انت بتعرفي تشتغلي بيها تمارين الجلوتس زي الكيك باك مثلا. هل انت بتعرفي تشيلي في الكيك باك وزن عالي تفليري بيه زي ما بتشيلي في الليج اكستنشن؟ مستحيل، مستحيل، انا عارفه وانت عارفه، مستحيل. لازم الشده الاكبر تكون رايحه للجلوتس مش للرجل. تالت حاجه بقى، دي حاجه انا عارفه ان اغلبكم بيعملوها، وهي ان انت بتروحي الجيم. لو انت بقى ربنا كرمك وحطيتي يوم للجلوتس لوحدها، فبتروحي الجيم تعملي 500 تمرين جلوتس، ولا تمرين فيهم استفدتي منه. ليه؟ لان ولا تمرين فيهم اشتغلتي فيه بشده مظبوطه. لما اقول لك شده، في ان انا بتكلم على اوزانك وقربك للفشل العضلي. انت بتشيلي وزن قد ايه وبتقربي بيه للفشل العضلي ولا لا؟ لو انت بتشتغلي 3-4 تمارين بتوصلي فيهم لقرب الفشل العضلي او للفشل العضلي، مش هتعرفي تكملي عدد التمارين الكبير اللي انت بتعمليه في يوم الجلوتس، مش هتعرفي. لو انت اشتغلتي 3-4 تمارين بحق الله، مش هتعرفي تعملي عدد التمارين الجلوتس اللي انت بتعمليها ده. فاحنا مش عايزين تمارين كتير عشوائيه، احنا عايزين حركات اساسيه بتاعه الجلوتس. طب الحركات الاساسيه بتاعه الجلوتس دي اللي هي ايه؟ اكشن، هيب اكستنشن، بلفيك ستابيليتي. شكرا. لو احنا حققنا ال3 حركات دول وشيلنا فيهم اوزان يوم الجلوتس، انت كده خدتي تمرين جلوتس فعاله جدا 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 جدا، بدون اي افتكاسات، بدون اي تمارين غريبه من على النت، بدون ما تروحي تقعدي ساعتين بتتمرني جلوتس. طيب ايه هما التمارين اللي بتحقق لي ال3 حركات دول؟ الهيب اكستنشن، تمرين الهيب اكستنشن، تمرين الار دي ال، تمرين الهيب ثراست والبريدج. حركه الابدكشن، السيتد هيب ابدكشن او الستاندنج هيب كيبل ابدكشن على جهاز الكيبل. البلفيك ستابيليتي شغاله معانا في كل تمارين اليونيلاترال بتاع الجلوتس والرجل، البلجيريان سكوات، السنجل ليج ار دي ال، اللونجز، كل تمارين اليونيلاترال بتاعت اللور بادي الجلوتس مشاركه فيها انها بتثبت الحوض. مش محتاجه اكتر من ال3 تمارين دول. هنقول عشان نهد كل عضلات الجلوتس كلها، نبقى عملنا تمرينه افكتيف بجد، نبقى استهدفنا اكبر او جندنا اكبر قدر من الالياف العضليه بتاعه الجلوتس. هنوزع ما بين تمرين استطاله وتمرين انقباض، زي ما بنحط
RDL ده تمرين استطالة، نحط قصاده هيب ثراست تمرين انقباض. بنحط اوزان ونتابع الاوزان بتاعتنا ونكتب الاوزان بتاعتنا، وكل اسبوعين نزود في الاوزان بتاعتنا او نزود في صعوبة التمرين نفسه. لكن فكرة ان انا اروح اشتغل 10 تمارين للجلوتس وكل التمارين او اغلبها اصلا بيستهدف نفس العضلة، يعني في ناس بتروح تشتغل 6-7 تمارين وكلهم بيستهدفوا الجلوتس ماكسيمس، كلهم استهداف للجلوس ماكس، لسه ما جاتش جنب بقيه العضلتين التانيين الميديوس والمينيمس، ما جاتش جنبهم او شغالين بقدر قليل جدا. هل لما انا افضل اشتغل نفس العضله بتمارين مختلفه هل ده هيفيد العضله؟ لا، ممكن يحصل هدم عضلي، ممكن ده يكون سبب ان العضله ما تتطورش. فلو انتي بتروحي تتمرني ترصي تمارين وخلاص وانتي مش عارفه التمرين ده بيستهدف ايه وفي وضع ايه، استطاله ولا انقباض، يبقى انتي بتضيعي وقتك على الفاضي. يبقى حاجتين اعرفهم، انا التمرين ده هيستهدف لي العضله، هيستهدف لي انهي عضله وفي وضع استطاله ولا انقباض، عشان كل عضله ممكن اعمل لها تمرين استطاله وتمرين انقباض او تمرين واحد بيجمع ما بين الاثنين. خامس حاجه بقى، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، انت بنسبه كبيره انت مش محدده انت شغاله هاي فوليوم ولا هاي انتنسيتي، وانا عارفه ان في ناس كتير مش عارفين يعني ايه. هشرح لكم بقى الاثنين ببساطه، بس لازم تبقي فاهمه ان دي نقطه مهمه، ما تفوتيش الحته دي، لازم تفهميها كويس جدا. ركزي معايا، عندنا فوليوم، عندنا intensity، عندنا frequency. دول 3 عناصر مهمين جدا، مهم جدا تعرفيهم وتفهميهم للبناء العضلي. احنا يا اما بنشتغل هاي فوليوم يا اما بنشتغل هاي intensity، ما ينفعش الاثنين مع بعض، عشان لو اشتغلتي الاثنين مع بعض هتخشي في بلاتو او ثبات التطور، او ان انت جسمك ما يتطورش. ثبات رغم التزامك بكل حاجه، ده بيحصل بسبب الافوره في الدايت، افوره في التمرين. لما تشتغلي هاي انتنسيتي هاي فوليوم الاثنين مع بعض انت كده بتافوري، فجسمك خلاص هيقولك بقولك انت متخلفه، بيجيلك وقت تاني، شكلك مجنون دلوقتي، هيبطل يتطور. طب اعمل ايه؟ فوليوم، لما اقولك فوليوم اعرفي ان انا بتكلم على عدد المجاميع، التكرار بتاع المجموعه الواحده، عدد التمارين نفسها لكل عضله. لما اتكلم على الانتنسيتي اعرف ان انا بتكلم على الاوزان اللي انت بتشيليها ومدى قربك للفشل العضلي. الفريكوانسي انا بعدي على كل عضله كام مره في الاسبوع، واحده واحده. لو انا مبتدئه اركز على الفوليوم، ازود عدد التمارين، ازود العدات، ازود المجاميع. ليه؟ جسمي بيعمل ادابتيشن على، او بيتكيف، بيتعود، بيتعلم التمرين، بيتعلم التكنيك، بيتعلم الماسل مايند كونكشن، ازاي مخي يحس بالعضله وانا شغاله. ساعتها الفوليوم هيكون مفيد جدا ليكي اكتر من ان انت تركزي على الاوزان. فاركز في الفوليوم. طب لو انا بتمرن بقالي فتره، لا، تعالي انت تركزي في اوزانك، تركزي في قربك للفشل العضلي. في الحالتين سواء كان انا شغاله هاي فوليوم او هاي انتنسيتي، انت محتاجه العضله اللي عايزاها تكبر او تتطور بسرعه تشتغليها اكتر من مره في الاسبوع. كل الدراسات الحديثه اثبتت ان العضله لما بتشتغليها اكتر من مره في الاسبوع بتتطور اكتر وبتتطور احسن. احنا شرحنا الهاي فوليوم هاي انتنسيتي، فلو انت شايفه نفسك لسه مبتدئه، لسه مش متمكنه من التمارين، لسه مش متمكنه من التكنيك بتاع التمرين، ركزي على الفوليوم، ركزي على ان انت تزودي عدد المجاميع، تزودي عدد التكرارات بتاعه المجموعه، او تزودي عدد التمارين نفسه. لو انت متطوره شويه بتتمرني بقالك فتره، ركزي في تمرينك على عدد تمارين اقل، 3-4 تمارين بالكتير، بس بتحطي فيهم اوزان محترمه، بتموتي في المجموعه، بتموتي في التمرينه بتاعتك. وفي الحالتين انت محتاجه تعدي على الجلوتس مرتين. في ناس معايا في الاونلاين كوتشنج بشغلهم الجلوتس 3 مرات في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، بيشوفوا نتيجه واو حرفيا. ليه؟ شده صح، فوليوم صح، فريكوانسي، ال3 لما بيتحطوا جنب بعض بيدوا نتيجه رهيبه. اخر حاجه بقى، ودي حاجه انا عارفه اني بصي يا حبيبه قلبي، انا والله العظيم مقدره انت عايزه تخسي، مقدره، بس مفيش حد هيعمل كتله عضليه لا في الجلوتس ولا في دراعك ولا في دماغك ولا في اي حته وانت بتاكلي لي 3 معالق رز وحته كوكو وطبق سلطه عشان تشبعي، طبق سلطه قد كده عشان انت عايزه تشبعي بسرعه، مش عايزه تملي بطنك اكل. لا، احنا عايزين نملى بطننا اكل، عايزين ناكل بروتين محترم،
كارب محترم، مفيش كتله عضليه هتتبنى بحته الكوكو اللي قد كده والثلاث معالق رز. طول ما انت عامله عجز سعرات كبير عمرك ما هتبني كتله عضليه، عمر ما الجلوتس بتاعتك شكلها هيتغير. الموضوع كله مرتبط ببعضه، كله مرتبط ببعضه. لو انت مش محققه الاكل او مش مدخله جسمك الماكرو نيوترينز المطلوبه للبناء العضلي مش هيبني عضلات. واحنا محتاجين العضلات، لان احنا هنبني ايه في الجلوتس؟ هنبني عضلات صح؟ فاحنا محتاجين ناكل كويس. مش معنى كده بقولك ان ما ينفعش تبقي عامله لا، اعملي عجز سعرات بس مش كبير. قشطه، اتفقنا؟ وبس كده. لو ما تعرفنيش انا كوتش اودي، مدرب معتمد من ناسا من ICCA واخصائي تغذيه رياضيين. ولو استفدتي ما تنسيش تعملي سبسكرايب عشان اغلبكم بيتفرج عليا وهو مش عامل سبسكرايب. وباي.